هو انا ايه اللي يخليني اجيب كلب ولا قطه للاولاد في البيت يلعبوا بيهم واصرف عليهم اكل وشرب وعلاج؟ هي مش حرام الفلوس دي تصرف عليهم؟ طب ما اجيب لهم ارانب ولا طيور يلعبوا بيها وابقى استفدت بيهم. بسمع الجمله دي كتير في شغلي كدكتور بيطري، خصوصا في الاقاليم والارياف والمناطق الشعبيه، لكن ناس كتير قوي مش متخيله خطوره الموضوع ده على اولادهم. انت عارف يعني ايه تعلق طفل عاطفيا بحيوان وفجاه يشوفك بتاخده منه وهو بيلعب معاه وتذبحه، او حتى يصحى من النوم يلاقي الحيوان اللي كان بيلعب معاه امبارح مطبوخ ومحطوط قدامه على السفره ومطلوب منه ان هو ياكله؟ انا شخصيا اعرف ناس كتير قوي كرهت اكلات معينه عشان حصل معاها حركه زي دي. اللي بيكره ياكل الارانب عشان حصل معاه كده وهو صغير، واللي بيكره ياكل الحمام او بط عشان حصل معاه حاجه زي دي وهو صغير. في ابحاث كتير قوي اتعملت عن الموضوع ده اكدت ان تعلق طفل باي طائر او حيوان تعلق عاطفي ده بيأثر جدا على مشاعره وممكن يسبب له ازمه او صدمه نفسيه لو حصل معاه حاجه زي دي. لو انت عاوز تعمل كده لازم تهيئ ابنك او بنتك ان الحيوان ده احنا مربيينه انتاجي، وتفهمه يعني ايه انتاج واحنا ليه مربيينه، وما تخليهوش يتعلق بيه عاطفيا ونفسيا عشان ما يحصلوش صدمه لما انت تعمل حاجه زي دي. خلي بالكم يا جماعه من الحاجات الصغيره اللي زي دي عشان التربيه مسؤوليه كبيره، ولازم نركز في كل حاجه وكل تصرف بنعمله قدام اولادنا، لان التصرف اللي احنا ممكن كناضجين نشوفه عادي الاطفال ممكن يشوفوه جريمه بشعه ويؤثر جدا في نفسيتهم. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطري.